في سالف الأزمان في بني إسرائيل كان هناك رجل يضرب به المثل في العبادة والزهد، اسمه برصيصة. قضى 70 سنة لا يفارق صومعته، قائما صائما متبتلا، حتى عجزت الشياطين عن إغوائه، وذاع صيته في الأرض، وأصبح مضرب الأمثال في الطاعة والورع. حاولت الشياطين مرارا إغواءه، لكن هيهات، حتى اجتمع إبليس بنفسه مع كبار مردته قائلا: كيف يعجز جمعكم عن رجل واحد؟ فقالوا: إنه لم يترك لنفسه باب معصية ندخل منه. فقال إبليس: بل له باب واحد، وسأطرقه أنا، إنه باب المرأة. وفي قرية قريبة كان هناك 3 إخوة أرادوا الخروج للجهاد، وكان لهم أخت يتيمة لا معيل لها، فتشاوروا: من نأتمن على أختنا؟ فلم يجدوا أفضل من برصيصا العابد، فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يكفلها، فرفض في بادئ الأمر قائلا: أنا في صومعتي ولا أتعامل مع النساء. لكنهم ألحوا عليه من باب الأمانة والفضل والاحتساب عند الله، فقبل مضطرا بشرط أن لا يراها ولا يكلمها، فبنوا لها بيتا بجوار صومعته، وكان يطرق بابها كل يوم، يضع الطعام ويرجع إلى صلاته. مرت الأيام فجاء إبليس يهمس في أذن برصيصا: ألا تعلم أحية هي أم ميتة؟ ألا تسلم عليها لتطمئن على حالها؟ إنك مسؤول عنها. فتردد ثم طاوع، فصار بعدما يطرق الباب يقول: السلام عليك، فترد عليه: وعليك السلام، ثم ينصرف. وبعد أيام جاءه إبليس: يا برصيصا، لعلها تحتاج شيئا ولا تجد من يسألها، كلمها من وراء الباب، سلها: هل لك حاجة؟ ففعل، ثم خطى خطوة أخرى فجلس غير بعيد عن بيتها يكلمها، يتحدثان عن الزهد والعبادة والدعاء. ثم اشتدت الوساوس، وتزين له الشيطان القول: يا برصيصا، هي مسكينة وحيدة، وأنت أرحم الناس بها. فتمادى حتى وقع بها في الخطيئة، ولم تمض إلا أيام حتى بان حملها. فدب إليه الشيطان: أنت العابد الزاهد الذي يشار إليه بالبنان، أتريد أن تفضح؟ ما لك إلا أن تقتلها وتدفنها، فإذا عاد إخوتها قلت ماتت. ففعل، ولما عاد الإخوة أخبرهم أنها ماتت. وفي الليل جاء الشيطان إليهم في المنام وأخبرهم بحقيقة الأمر، ودلهم على موضع قبرها، فحفروا فوجدوا أختهم، فقبضوا على برصيصا. وفي طريقهم لإقامة الحد عليه جاءه إبليس مجسدا وقال: أنا صاحبك منذ البداية، أنا الذي أغويتك، وأنا وحدي أقدر على خلاصك، اسجد لي أنقذك. فقال برصيصا: وكيف؟ قال: اسجد لي سجدة واحدة أنقذك من الموت. ففعل، فقال إبليس: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فمات برصيصا كافرا. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء